ما سمعت الكلام ضحكت. من المعروف دايما ما بين اي فرقتين في العالم فيهم ديربي او ما بينهم ديربي او ما بينهم تنافس، معروف ان انا لما اجي اغيظك كمشجع كوره اغيظك مثلا لو انا بكسبك مثلا، او مثلا واخد بطولات اكتر منك فابتدي اغيظك، او تاريخي افضل منك فابتدي اغيظك برضو، او انجازاتي القاريه اقل مني في كل ده وطالع تقول بحلم بيك. انا بحلم بيك؟ بتحلم ايه؟ ممكن لو في حاجه اسمها ايه بدل بحلم بيك انا بحلم بيك كابوس بيك، كابوس بيك، لو في حاجه اسمها كده ولا مفيش؟ الاهلي ده بالنسبه مش ليك انت بس، ده للناس كلها كابوس. كابوس في الرياضه في كره القدم، لان الفروقات كبيره جدا في الارقام. انصحك ما تحلمش، انصحك. انا كنت يعني الحمد لله تشرفت بالتواجد، كنت لسه بتكلم عن محمد ابو تريكه، تشرفت في التواجد في فقره او في فتره لعبنا نادي الزمالك في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. مين كسب مين؟ مش بس كده، خليني اكمل لحضراتكم عشان اقول لكم الارقام بالظبط ونعرف من يريد الاحلام ومن يريد الكابوس. لان الاهلي مش حلم، لكن ممكن يقلب معاك كابوس. طبعا الناس دي بتتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا اللي هتتعمل قريب ان شاء الله، يوم تحديدا يوم 16 نوفمبر. طيب انا دايما ما بحبش اتكلم كلام مرسل، دايما يعني لما باجي بتكلم بارقام وتواريخ علشان نشوف هل هي بالفعل احلام ولا اشياء اخرى، كوابيس مثلا. هتلاقي ايه؟ خد عندك بقى. وهنا انا بتكلم عن النادي الكبير نادي الزمالك. طبعا الزمالك وقع مع النادي الاهلي في دور المجموعات 3 مرات، 3 مرات قبل كده في طوال التاريخ. ولا مره الزمالك صعد منهم للدور اللي بعده، ومنهم مرتين كان تذيل المجموعه. الزمالك تاريخيا لم يفز على الاطلاق على النادي الاهلي في 9 مباريات في دوري ابطال افريقيا. يا عم اسلام انت راجل كذاب بتقول اي كلام. يا جماعه ارجعوا للتاريخ. اللي هيقول لي كده هقول له ارجع للتاريخ. ارجع للتاريخ وشوف الارقام وشوف الفارق الكبير في الارقام. الزمالك كل ما بيقابل النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا الاهلي بياخد البطوله. والله انا اللي بقول الكلام ده؟ لا يا فندم، التاريخ اللي بيقول الكلام ده. وده حصل في 2008 2012 2013، كنا مع بعض في المجموعات والاهلي كان دائما الفائز باللقب. في 2005 اتقابلنا في نصف النهائي والاهلي حصل على اللقب. انا كنت بتشرف في هذه الفتره. في 2020 اتقابلنا في النهائي، فاكرينها؟ طق، ايوه طق، الاهلي حصل على اللقب. وعلى راي دايما اللي بيقولوا في ناس بتقول هذا الكلام، الحقيقه ده كلام بقى ايه من المرسل اللي انتوا بتقولوه، اللي هو ايه الزمالك وش السعد على الاهلي. انا ده كلام ما اقدرش اجيب عليه معلومه يعني، لكن كل اللي قلته اللي فات حضرتك تقدر تقراه، تفتح كتاب التاريخ كده او تخش على جوجل اي حاجه، خش افتح كتاب التاريخ كده وشوف واقرا، هتلاقي الكلام اللي بيقوله اسلام او بلاش اسلام، هتلاقي الكلام اللي بيقوله البيت الكبير. كل ما اتمناه بس، والنصيحه اللي اقدر اقولها اذا كان هناك من يريد ان يتقبل النصيحه، وانا هنا بالمناسبه لما تيجوا تاخدوا كلامي من اوله لاخره عمركم ما هتلاقوا حد بيغلط في قناه الاهلي، ولكن هتلاقونا دايما بنتكلم زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بالتواريخ وبالمنطقيه وبالارقام. اللي عايز يحفل زي ما بيقولوا، ما احنا هنستخدم لغه السوشيال ميديا، اللي عايز يحفل
انا بقول لك اوعى تحفل قبل ما تقرا التاريخ. اوعى تحفل قبل ما نقرا التاريخ. نقرا التاريخ الاول يمكن يكون بالنسبه لك كابوس. ان شاء الله ان شاء الله يكون النادي الاهلي دائما هو البطل. الاهلي رقم 1، الاهلي زعيم القاره الافريقيه.